جايب لكم النهارده يا اخواتي الولا فرناندو توريس. الولا فرناندو توريس ده كان مهاجم برضو مش واخد حقه. في ناس كتير مش بتجيب سيرته. هو كان من المهاجمين اللي بتعرف تخلص قدام المرمى. بصوا يا جدعان، ده فترته مع ليفربول دي كانت فترة كلها اهداف بالنسبة له. كان احلى فترة في تاريخ توريس. توريس برضو لعب في اتلتيكو مدريد ولعب في تشيلسي وفي ليفربول، بس اكبر فترة لعب فيها كانت في ليفربول. وزي ما انت شايف كده يا باشا اتمتع باهدافه. بص يا باشا، لا كان مهاجم رهيب بصراحة، بيعرف يخلص، من المهاجمين اللي يتعدوا على الصوابع، اللي منكورة حقها بصراحة. وترشح على فكرة في 2008 لأحسن لاعب في العالم برضو، خد ساعتها المركز الثالث. لا كان مهاجم حلو بصراحة. بص بيخلص قدام الجون يا جدعان. دي المهاجمين دي قليلة قليلة في الوقت ده على فكرة. بص من بره ال18 تسديدات، حاجة مرعبة. كان مهاري برضو. بص الهدف ده عالمي. انا بشوف الهدف ده من احسن اهداف توريس بصراحة. لكن مهاجم صندوق جوه الصندوق يا باشا، الكرة جات له جون. بص على طول ما عندوش وقت اهو. جوه ال18 الكرة عنده جوه ال18 جون، جوه ال18 جون اهو بالهيد. روح يا باشا، روح يا باشا. استمتع يا باشا، استمتع. فين المهاجمين دي دلوقتي يا جدعان؟ اقسم بالله فين؟ مفيش مهاجمين زي دي دلوقتي خالص. هو بيغلط المدافعين وبيهدف. كرة جات له جوه ال18 على طول، على طول الراجل ما بيبص الهدف ده يا عيني في البعيدة ايه.